ما تنسوا بقى اي طريقة للكبدة وتعالوا بينا نجرب العظمة دي. حاجة كده من الاخر سهلة وبسيطة جدا. انا اسمي مروة، لو اول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا هنضيف يا جماعة الحليب على الكبدة. شايفين مفيش ابسط ولا اسرع من كده. بس لو عجبك الوصفة بتاعتي ما تنسيش لايك وشير ليها. تمام كده، تعالوا بينا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. سهلة وبسيطة وفي دقايق بالظبط هتحضريها. يعني لو مستعجلة وعايزة تعملي وجبة غدا سريعة، دي مش هتاخد حرفيا معاكي 5 دقايق. تعالوا بينا نجرب هنعملها ازاي. انا هحتاج الاول نص كيلو من الكبده، تقدري طبعا تضافي المقدار زي ما انت عايزه. الكبده ما بتتغسلش، يا دوب بس بحط عليها نص كوبايه من الحليب، بسيبها كده نص ساعه تطلع اي زفاره فيها، وببتدي ان انا اصفيها من الحليب بالشكل ده. التوابل بقى سهله وبسيطه جدا. هحتاج معلقه صغيره من الثوم المفروم على الفلفل، وزيهم من هريسه الفلفل لو متوفره. والتوابل بسيطه جدا، معلقه صغيره من الثوم البودر، وزيهم من الكمون، ورشه صغيره من الفلفل الاسود. وكمان زيهم من الكزبرة الجافة، وعصير ليمونة كاملة. هبدأ بقى في المرحلة دي ان انا اقلب المكونات كلها مع بعض. عايزة الكبدة تتجانس، وحطيت كمان معلقة صغيرة من الملح. تقدري تسيبيها في التتبيلة كده ربع ساعة نص ساعة على حسب ما انتي عايزة. تمام كده، هي كده كده الكبدة بتشرب التتبيلة بسرعة. كل ما هتسيبيها كل ما هتديكي طبعا نتيجة افضل. تمام كده جاهزة معانا. بعد كده هنحضر بقى بصلتين كبار محترمين مقلبزين كده يعني، ونحط بقى شويه من الزيت، وننزل بالبصل بتاعنا. انا عايزاه يطرى يا دوب، مش عايزه لونه يتغير. معلقه صغيره كمان من الثوم المفروم، وهنشوح الكلام الجامد ده كله مع بعضه. الريحه بقى هنا ما اقولكوش. شايفين البصل ابتدى يطرى، بسيبه بقى على جنب كده شويه، وببتدي انزل بالكبده بتاعتي. عايزه اديها صدمه على النار. تمام كده، هبتدي اقلب المكونات كلها مع بعض، الكبده مع الثوم مع البصل. يا سيدي يا سيدي على الريحه بقى. محضره بقى معايا شويه من الفلفل مشكلاه، فلفل احمر على فلفل اخضر على فلفل كمان حار، يعني اللي هو مشطشط شويه، ده طبعا اختياري. تمام كده. هتبدا بقى الخضار ينزل ميته والكبده كمان، وتبدا انها تاخد وتدي مع بعض في السوا. متبله كويس جدا وخطير، الريحه بقى تجنن. بسيبها بقى على نار وسط، مش عايزاها هاديه قوي عشان الكبده ما تشدش معانا. تمام كده. يا دوب 5 دقايق على النار، وهتبداي ان انتي تطفي عليها. الكبده انتوا عارفين طبعا ما بتاخدش سوا كامل، يعني عايزينها نص سوا علشان ما تكونش بتشد معانا وتبقى عامله زي الكاوتش. عايزينها تكون مستويه كويس. الريحه بقى هنا جباره لذيذه، بصوا خطيره. في دقايق بالظبط عملنا الطبق التحفه ده، من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. بالعيش بقى البلدي بقى واحلى مزاج. جربوا الوصفة دي، لو عجبتك ما تنسيش لايك وشير للفيديو، وعرفيني من اي بلد انتي بتتابعيني، وقولوا لي جربتوا الوصفة دي قبل كده ولا لا، ولا متعودين تعملوها اسكندراني بس. شايفين الطعام يا جماعة، تستاهل فعلا بقكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.